مساء الخير عليكم وأهلا بكم من جديد مع حلقات أنا وأنت وملاكي. إمتى بقى هقدر أشتري عربية؟ أنا زهقت من كتر ما استنيت. وإيه هي المزادات؟ وإزاي ما بعد ما كانت حلوة بقت مش مجزية زي ما الناس متوقعة يعني. خلونا مع بعض عشان نعرف إيه الموضوعين الشيقين دول، ونبدأ مع بعض بموضوع المزادات. المزادات حلوة جدا، لكن نفهم القصة من الأول. قبل السوشيال ميديا كان المزاد بينزل إعلان عنه في الجرايد، يا إما أي حد من جهة ما اللي هي هتعمل مزاد بيبقى عارف وبيبدأ يعرف معارفه التجار أو حبايبه اللي هما بيحبوا ينزلوا مزادات. وكانت الأول بتبقى محدودة على قد الناس اللي هي مهتمة بالمزادات فقط، التجار أو الناس اللي هي بتعرف تاخد عربيات من مزادات، وكانوا بينزلوا ويشتروا كراسات الشروط ويبدأوا مع بعض يعاينوا وبيشوفوا العربيات اللي موجودة في المزاد، ويكاد يكون بيرتبوها مع بعض بحيث إن كل واحد ياخد عربية أو اتنين زي ما هو عايز، وبيقسموها مع بعض وكله كان بيطلع مرضي. وكان الموضوع جميل جدا لحد ما بدأت السوشيال ميديا تنتشر، وأصبحنا إن كل شوية نلاقي مزاد طالع هنا، مزاد هنا، مزاد في الجهة الفلانية، مزاد في البنوك، مزاد في الجمارك، في مصلحة الجمارك، مزاد خارج تأمينات. فبدأت الناس تعرف إن المزادات دي موجودة، وحب استطلاع تحب إن هي عايزة إيه، آخد عربية من مزاد. إشمعنى الناس بتاخد عربيات؟ طب ما أنا ممكن أنزل وأزايد أنا كمان وآخد عربية. فأصبح ما بعد ما كانت جميلة ومجزية، الناس بدأت تخش بكتير. اللي بيدخل مش فاهم، بيحصل دروب، بيكتشف بعد كده إنه بعد ما بياخد العربية إن هي واقفة عليه بخسارة، وواقفة عليه تضييع وقت ومجهود، وواقفة عليه إن هو ما كانش يتوقع إن الورق بيقعد وقت قد كده وضيع على نفسه، مقابل ان هو كان ممكن يشتريها في الوقت اللي هو عايزها بالسعر اللي هو عايزها مرة واحدة ويخلص نفسه. زاد عبارة عن ايه؟ مصلحة الجمارك مثلا بيبقى فيه عربيات ناس جاية من بره ما قدرتش تخلص جماركها، او كان جاية تريبتك وقعدت فترة في الجمارك ومحدش سأل عليها، فبتبدأ الجمارك تاخدها تسحبها وتروح جاي منزلاها مزادات. عرضت المزاد في إعلان على الفيسبوك أو أيا كان على الجريدة: يا جماعة في مزاد في اليوم الفلاني الساعة كذا، عشان تعرف كل حاجة عنه هتنزل تشتري كراسة الشروط من المكتب الفلاني، هتعرف مواعيد المعاينة، هتبدأ تخش تدفع التأمين أولي، بعد كده تخش تزايد، لو رسى عليك المزاد بتدفع 30%، بعد كده بتستلم العربية وتستنى الإجراءات على ما العربية والورقها يجي. فأصبحت المزادات مفتوحة للناس كلها، فبدل ما كان بيستفيد منها التجار والناس اللي فاهمة، اللي بتخش مزاد وفاهم العربيات ازاي، فالناس كلها بقت بتخش تضرب السعر اللي هي عايزاه، تبدأ تزايد تعلي في سعر العربية من غير ما تقيم العربية محتاجة ايه بالظبط أو مصاريفها ايه. وبعد ما يكتشف وياخد العربية يبدأ يلاقي إن الورق بدأ يتأخر. كان متوقع مثلا الورق بيخلص في خلال أسبوع، لا هي عامة أقل وقت بيخلص فيه الورق من شهر لشهرين، ده ممكن يمتد شوية. فالناس التجار فاهمة الكلام دوت، والناس اللي بتخش مزادات عارفة الكلام دوت، غير اللي بيبقى جديد داخل على المزاد فبيبوظ الدنيا شوية. فأنت ما تنزلش المزاد غير لما تكون فهمت اللعبة بالظبط، لأن دي أنا بسميها لعبة المزادات. لأن المزاد مش الغرض منه ان انا ازايد قدامي بالعربيه واخدها بالسعر اللي انا عايزها. التاجر بيبقى شايف حاجه، والراجل اللي فاهم في العربيات بيبقى شايف حاجه تانية. لما بنزل معاينه انا مش بنزل اتفرج على العربيات وخلاص، لا، انا بنزل افحص عربيه عربيه، اكني بشتري عربيه، اشوف محتاجه ايه، قطع الغيار،
الميكانيكا بتاعتها، الكهرباء، السروجي، كل ده مصاريف على العربية أنا بحسبها. بناء عليه بقيم العربية ديت هتعمل سي مثلا مبلغ. المبلغ دوت لما أضيف عليه قطع الغيار وأخلصها واستلم ورقها هلاقي إن العربية دي عملت لي السعر اللي أنا عايزه، ولما أوقفها على رجلها أقدر أبيعها بالسعر، يبقى فيها مكسب حاجة بسيطة. فده الشغل الناس التجار اللي شغالة بيه وهي فاهمة بتعمل إيه. والوقت دوت ما ينفعش أنت حضرتك تخش تزايد على العربية. أنت رحت عينتها وخلاص، ما قيمتش قطع الغيار هتاخد قد إيه، مصاريفها هتحتاج قد إيه، ورقها على ما يخلص هيحتاج قد إيه. كل دي مصاريف على العربية أنت حضرتك ما قدرتش تقيمها علشان لسه جديد في اللعبة. فالناس اللي فاهمة بتنزل فاهمة وعارفة هي بتعمل إيه وبتقيم حاجتها بالظبط. بعدين خلي بالك إن اللوتات أو المزادات بتطلع من نوعين من اللوت: لوت لا يرخص ولوت يرخص. فأولا لوت لا يرخص يبقى تبقى فاهم إن دوت هيطلع كقطع غيار. أنت حضرتك دي مش لعبتك، أنت مش فاهمها، سيب الموضوع دوت للناس بتوع قطع الغيار. هم عارفين بياخدوا العربية وبيقطعوها وبيبيعوها إزاي. أنت ممكن تكابر تقول لا طب ما أنا أخش أنا كمان آخد عربية وأقطعها وأبيعها زي ما الناس وتكسب زي ما الناس بتكسب. أنت حضرتك مش فاهم اللعبة، مش هتعرف تبيعها زي ما أنت عايز، مش هتعرف تقطعها زي ما أنت عايز، مش هتعرف تبيع قطع الغيار بالسعر اللي أنت عارفه، لأن دي شغلتهم. فسيب الموضوع للناس بتاعتها. هتدخل على لوت العربيات اللي يرخص، اعمل حسابك العربية اللي أنت هتزايد عليها، تقيم قطع غيارها كلها وتسأل عليها، تحدد سعرها، مصاريفها. بعد كده تقدر تخش تزايد على العربية وما تزايدش. يعني التاجر لما بيخش على العربية يزايد عليها بيبقى حاطط لها ليميت معين، لو زادت على كده هتبقى خسارة، لو قلت عن كده هتبقى مكسب طبعا. فانت ما تزايدش عن التاجر عشان التاجر هو عارف هو بيعمل ايه. انت ما تطلعش انصح من التاجر، لان انت هتطلع في الاخر خسران، هتخسر وقت، هتخسر مجهود، هتخسر فلوس. هتلم العربية على قد ما تقدر، هتلاقي نفسك مش جايبة اللي انت قلت عليه. فلو انت مش فاهم المزاد صح ما تدخلش. خش اول مرة اتعلم، تاني مرة اتعلم، مش لازم تزايد او تشتري او تاخد حاجة. خش اتفرج لحد ما تبقى زي ما انت وصلت خبرة، تقدر تقيم قطع الغيار، تقدر تزايد براحتك، تاخد العربية اللي انت عايزها. واعمل حسابك زي ما قلت ان العربية بتاعت المزادات بيبقى فيه مضيعة للوقت، لان هي مش بتخلص في يوم وليلة، بتخلص ممكن تقعد شهرين ثلاثة. الراجل اللي بيزايد هو فاهم، بياخد حاجة زي كده بيبقى جنب شغله، مش حاجة هو هيركبها أساسية، لا بيبقى جنب شغله. فنصيحة مني ليك، لو هتزايد يا إما تاخد حد معاك فاهم في اللعبة، يا إما تسيب تاجر ياخد العربية ويظبطها لك وخدها منه بعد ما تخلص وراها خالص. نخش على الموضوع المهم التاني اللي هو امتى بقى هشتري عربية. اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت وقلنا شهر 3 تستنى، وفعلا بدأ النزول. شهر 4 قلنا نتقل شوية، برضو بدأ النزول. شهر 5 زي ما احنا شفنا بدأت الدنيا تهدى خالص، لا بيع ولا شراء، والناس متوقعة ومستنية النزول الأكتر. بس أنسب وقت يا معلم زي ما بقولك، وده توقعاتي، هو شهر 5 دوت. هتقولي ده ما في توكيلات بدأت ترفع، غبور بدأت ترفع في أريزو 15,000 جنيه، في الهونداي ثبتت سعرها الانترا. وزي ما احنا شايفين إن سعر صرف الدولار متثبت على 49 دولار جمركي. فالموديلات 2025 اللي كلها يعتبر دخلت دلوقتي، استورد على 49 ومش هينزل تاني خلاص. طب هتقولي الدولار مع نفسه بينزل من 47 كسر 47. احنا متفقين ان الدولار هيلعب من 45 ل 47، لا هيقل عن 45 ولا هيزيد عن 47 بالظبط. ممكن يثبت على من 46 بالظبط. طبعا في مليارات دخلت تاني لراس الحكمة، فهي اللي هتثبت السوق شوية على الدولار على 46 وشوية. فأصبح
إن العربيات دخلت موديلات 25، الناس استوردت العربيات خلاص. كون إن وكيل كبير زي غبور يزود 15,000 مثلا على سعر الأريزو ويثبت سعر الإلنترا، أعتقد إن ده أقصى حاجة هيعملها دلوقتي، لأنه هو عايز يثبت سعر فترة معينة بحيث إن الدنيا تشتغل. الأسعار العربيات المفروض هتثبت دلوقتي فترة معينة لحد بعد حتى العيد الأضحى وشهر 7 و8 ممكن يبدأ يكسر تاني الأسعار. بس أنسب وقت زي ما احنا قلنا الفترة بتاعت شهر 5، ونتفق مع بعض إن الفترة دي هتعتبر فترة ثبات مؤقت لحد شهر 7 أو 8. فاللي عايز يشتري يتوكل على الله ويشتري. طبعا بقالنا فترة 3 و4 و5 مفيش لا بيع ولا شراء، فالناس بدأت تهدي اللعب في الأسعار. فأنت استغل الفرصة واشتري بالسعر اللي أنت عايزه دلوقتي. أتمنى أكون أفدتكم بحاجة في هذه الحلقة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك وفعل زر الجرس عشان يجيلك الإشعارات بالحلقات الجديدة. ولو حسيت إن الحلقة مفيدة اعمل لها شير عشان الكل يستفيد. وألقاكم على خير في الحلقات الجاية إن شاء الله.